السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في كل مكان. طابت أوقاتكم بكل خير. بشكر كل أعزائي المتابعين اللي بيدعموني دايما باللايك. هنتكلم في فيديو النهاردة عن النادي الأهلي وعن مباراة الزمالك وبيراميدز. أول حاجة هنتكلم فيها نبدأ بها كده عشان نضحك شوية عن مباراة الزمالك وبيراميدز. الزمالك بدأ المباراة بخوف شديد من بيراميدز. وسيريو بدأ المباراة بالدفاع أمام بيراميدز، مع إن أوسيريو لو لعب هجوم أمام فريق بيراميدز كان كسب بسكور، كان كسب 3-0 3-1 4-2. ولكن باتشيكو دخل المباراة برضو الخطة بتاعته كانت متوازنة. عبد الله السعيد يحرز الهدف الأول من كرة ثابتة. محمد صبحي ما لحقش يوقف الحيطة، لسه بينادي على اللعيبة ولا حد بيستجاب له ولا أي حاجة خالص. لسه بينادي على اللعيبة بيوقفهم وواقف غلط، متقدم واقف في الناحية الشمال بتاعته. طبعا عبد الله السعيد الكرة صاروخ في المرمى. طيب بعد كده الشوط الثاني الزمالك يحرز الهدف الأول ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 66. ينزل رمضان صبحي ياخد نقطة من الزمالك. ده بيصيروا ليه بدأ بالتشكيلة الخاطئة؟ ليه ما بدأش بنفس ال10 دقايق اللي جاب فيهم الهدفين؟ ما تعرفش هو دماغه فيها ايه، بيبدأ ازاي. التغييرات بتاعته ديت لو كان نزل بالتشكيل ده من اول مباراة ولعب بنفس اللعب طول المباراة كان كسب بيراميدز. بيراميدز ده فريق مش معمول ان هو ياخد بطولات. بيراميدز فريق معمول ان هو يعطل النادي الاهلي، بس اكتر من كده مفيش. ولكن هارد لك للفريقين مش لفريق واحد، لان المستفاد الوحيد في هذه المباراة هو النادي الاهلي. نروح بقى على موضوع النادي الاهلي. النادي الاهلي يخوض اولى مباراته في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا امام سانت جورج الاثيوبي. المباراة طبعا كانت هتتلعب الساعة السادسة، ولكن الاهلي طلب بتأجيل المباراة ساعة واتوافق عليها من الاتحاد الافريقي. المباراتين بتوع سانت جورج الاثيوبي هيتلعبوا الاثنين على ملعب النادي الاهلي. المدير الفني لسانت جورج الاثيوبي طلع وقال لك بتصريح، قال لك احنا عارفين ان الاهلي فريق قوي وفريق بطولات، ولكن احنا جايين هنفوز على الاهلي وان شاء الله هنحقق نتيجة ايجابية. طبعا اكيد التصريح اللي هو قاله ده هنفوز على النادي الاهلي وهنكسب النادي الاهلي، ان هم خايفين من النادي الاهلي، وشيء طبيعي ان هو فريق زي سانت جورج الاثيوبي يخاف من فريق قوي زي النادي الاهلي. تعال اقول لك على الاتحاد الافريقي بيعمل ايه مع النادي الاهلي في مواعيد المباريات في دوري ابطال افريقيا. محدد المباريات خارج الضياء الساعة 7 مساء، ولكن في مشكلة. ده شيء كويس. واحد يقول لي ده ما هو ده شيء كويس. اه ده شيء كويس. كان بيلعب العام الماضي الساعة 3 امام صن داونز، الساعة 3 امام آه، السوداني، الهلال السوداني، وكان بيتغلب بسبب موعد المباريات في الوقت ده في التوقيت ده بالذات. قال لك هتلعب الساعة 3 والساعة 4 والساعة 5 المباريات في دوري أبطال أفريقيا على ملعب النادي الأهلي. إزاي؟ طب النادي الأهلي ما بيلعبش في الوقت ده، مش متعود على اللعب في الأجواء دي. إزاي هتلعبه أنت في الوقت ده وعلى ملعبه؟ أنا محتاج أجيب أهداف، محتاج أكسب المباراة على ملعبي. أنا مثلا هروح أتعادل هناك،
محتاج ان انا اكسب المباراه على ملعبي. انت كده بتوقع الاهلي افريقيا، وده اللي انا قلت عليه. في تخطيط ضد النادي الاهلي ان هو يوقع افريقيا. النادي الاهلي عامل ايه بقى؟ ارسل خطاب رسمي للاتحاد الافريقي ان هو يعدل هذه المواعيد. وانا بقول لك الاتحاد الافريقي مش هيعدل هذه المواعيد، مش هيعدلها. هو الاتحاد الافريقي مش عايز النادي الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا. بيقول لك هو مفيش غير النادي الاهلي، ومفيش غير الاهلي في دوري ابطال افريقيا، في كاس السوبر، في هم مش عايزين الاهلي ياخد بطولات افريقيه. نروح على مارسيل كولر وطلبه من المساعد كارلوس. قال له ايه مارسيل كولر؟ قال له انا عايزك تتابع لي الشباب في النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي هيلعب مباريات هذا الموسم من 60 ل 65 ل 70 مباراة في ظل البطولات التي سيلعب فيها النادي الأهلي. يعني الراجل عايز كارلوس يشوف اللعيبة الشباب علشان يصعد منهم عدد يخش ضمن قائمة مباراة النادي الأهلي في الفريق الأول، علشان يعمل تدوير بالنسبة للفريق عشان ما يقعش منه في آخر الموسم. وده اللي أنا اتكلمت عليه قبل كده. تعال أقول لك على التشكيل أو التغيرات البسيطة في تشكيل النادي الأهلي أمام سانت جورج الأسيوط. حسين الشحات هيدخل ضمن قائمة النادي الأهلي في مباراة سانت جورج، وموديست هيدخل مكانه كهربا. بيرسي تاو هيكون خارج قائمة النادي الأهلي في هذه المباراة. مروان عطية هيدخل مكان أحمد نبيل كوك في قائمة النادي الأهلي أمام سانت جورج الأسيوط. تعال أقول لك بقى على مشكلة ستقابل النادي الأهلي في شهر أكتوبر. طبعا عارفين كلنا إن منتخب مصر عنده مباراتين وديتين أمام زامبيا وأمام الجزائر. أمام زامبيا يوم 12 أكتوبر، أمام الجزائر يوم 16 أكتوبر. فين يا عم المشكلة؟ تعال هقول لك على المشكلة. يوم 20 أكتوبر الأهلي أمامه ماتش في الدوري الإفريقي أو السوبر ليج الإفريقي أمام سيمبا التنزاني في تنزانيا. يعني مفيش وقت. اللاعب هيروح المنتخب، يجي من المنتخب ما يلحقش مباراة سيمبا. ريو فيتوريا صرح وقال لك أنا معجب بإمام عاشور خط وسط النادي الأهلي، ومعجب بعودته للملاعب مرة أخرى. وقد صرح ريو فيتوريا أنه سيضم إمام عاشور إلى منتخب وهنا الكارثة. فين الكارثة دي يا عم؟ تعال. طبعا احنا عارفين ان محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور كده 5 لعيبة من النادي الأهلي سيدخلوا معسكر المنتخب من يوم 9 أكتوبر ليوم 16 أكتوبر خارج قائمة النادي الأهلي. وريو فيتوريا وحازم مصرحوا إن هم مش هيسيبوا لعيب واحد لأي نادي طالما المنتخب عنده مباريات. يعني زي ما قلت لك المنتخب هيعمل معسكر يوم 9 أكتوبر في العين الإماراتي، وينتهي هذا المعسكر يوم 17 أكتوبر. فبالتالي النادي الأهلي سيكون هنا في ورطة، وورطة كبيرة جدا، لأن مباراة سيمبا التنزاني هتبقى صعبة في ظل غياب ال5 لاعيبة الدوليين. طب أنت ضامن 5 لاعيبة من نادي واحد؟ عندنا 18 فريق في الدوري المصري،
انت ما بتضمش غير من الاهلي والزمالك. يا عم شوف من ال 18 فريق ووزع اللعيبه بتاعتك من ال 18 فريق. معقوله ما فيش في كل فريق واحد يصلح ان هو يلعب في المنتخب؟ انت ليه بتحصر اللعيبه بتاعتك داخل النادي الاهلي ونادي الزمالك وبيراميدز؟ ليه؟ شوف ال 18 فريق واسحب من كل نادي لاعب او اتنين، انما ما تحصرش القائمه بتاعتك على فريقين بس، وفريقين بيلعبوا في افريقيا. ليه ما تحصرش القائمه بتاعتك في 3 فرق في الدوري المصري؟ اختار من كل الفرق في الدوري المصري. تعال اقول لك ان النادي الاهلي سيعرقل كثيرا بالنسبه لهذه المواقف، والاتحاد الافريقي سيضع اي جدول يتضارب مع النادي الاهلي، هيعمل له ازمه بالنسبه لوضع الجداول والوقت الذي يلعب فيه المباراه. هم مش عايزين النادي الاهلي يكسب بطوله افريقيه. ومن هنا يا اخواتي وحبايبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.